السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بسرعة، لو لسه ما حطيتيش لايك حطي لايك، لو لسه ما اشتركتيش اشتركي وانضمي لعيلتي الجميلة. نوريني وتشرفيني بانضمامك لينا. يلا تعالوا بقى نشوف مع بعض احنا هنحضر غدا ايه. نعمل غدا النهاردة حلو جدا، مفيش اسهل من كده. احنا اصلا يعني حاجات كده خفيفة قوي، اكل حلو جدا وسهل جدا. واحنا بنحضر هنا غسله الرز بتاعي وهركنه، هحط له الملح بتاعه واركنه على جنب. مش هولع عليه دلوقتي غير لما اللحمه بتاعتي تستوي واللوبيا تستوي اولع على الرز. تمام كده. اول حاجه هعملها للحمه، انا ولعت عليها في ميه مغليه، واول ما تبدا تطلع الريم بتاعها او الوش اللي بيطلع منها ده هشيله. تفضلي تشيلي الريم بتاع اللحمه لحد ما الميه بتاعتها تروق خالص وما عادش يبقى فيها اي حاجه وما عادتش تطلع حاجه. هتزوديها ميه مغليه ونضيف لها البهارات بتاعتها. حلو كده لحد كده تمام. هنشيل الريم بتاع اللحمه، اي حاجه بتطلع منها كده هتشيليها زي ما انت شايفه. بشيلها بالمعلقه اول ما الميه بتاعتها تروق وما عادش يبقى فيها اي حاجه. خلاص كده تمام. هنزل عليها بالبهارات. بهاراتي ايه؟ انا ما بحطش غير فلفل اسود بس. ما تكتريش بهارات في الشوربه بتاعت اللحمه عشان تستمتعي بطعم الشوربه. شويه فلفل اسود، ورقتين لورا، فصين حبهان، طماطمايه، بصلايه. نزود الشوربه بتاعتنا ميه مغليه ونهدي عليها النار خالص ونسيبها لحد ما تستوي. هنحط لها الملح بتاعها. احنا كده عملنا ايه؟ حطينا فلفل اسود، ورق لورا، حبهان، بصل، طماطم، زودناها ميه مغليه. نوطي عليها النار، ما تسيبيش النار عاليه. النار عاليه هتفضلي كل شويه تزودي لها ميه وهتاخد معاكي وقت طويل في السوى. لا، هدي النار عليها، زوديها ميه سخنه وهدي عليها النار وغطيها وسيبيها لحد ما تستوي. اول ما تستوي معاكي حطي لها الملح وظبطي ملحك على حسب رغبتك. تمام كده. كده احنا خلصنا اللحمه بتاعتنا كده خلاص خلص. ننسى بقى اللحمه ونشوف اللوبيا اللي احنا بلينها ومجهزينها. هتبلي اللوبيا قبل ما تولعي عليها بشويه، يعني مثلا ساعه او 2 تبليها وتركنيها عشان ما تاخدش منك وقت طويل في السوى. تمام كده. ولعت على اللوبيا تتسلق. تعالوا نعمل لها الصلصه بتاعتها. معايا بصلايه هقطعها قطع صغيره زي ما انتم شايفين كده. اول ما البصله بتاعتي تحمر هنزل عليها بالطماطم. وهنا انا ما عدتش فاكره انا جبت لها طماطم من اللي في الفريزر ولا فرمت لها طماطم. هنشوف مع بعض. نفرم الطماطم وننزل على البصله. اول ما البصله تحمر معانا هحط عليها الطماطم. اوعي تسرحي وخليكي مركزه. هنا البصله بتاعتي خلاص اهي احمرت. انا مش هحمرها اكتر من كده. هنزل عليها بالطماطم. ايوه طماطم من الفريزر. دي صلصه متسبكه ومفرزاها. انا اللي عاملاها ومفرزاها ومجهزاها. هسيبها لحد ما تفك وهنزل عليها بالبهارات بتاعتها. احط لها ملح، فلفل اسود، كمون، السبع بهارات. ملح، فلفل اسود، كمون، هنا اللوبيا بتاعتي بتقلب اهي.
اول ما الصلصه بتاعتي هتتسبك وتبقى تمام حطيت لها كمان شويه شطه زي ما قلت لكم، حطيت ملح فلفل اسود كمون السبع بهارات شويه شطه بس. هنا اللوبيا بتاعتي خلاص خلصت وصفيتها من الميه، اديتها شطفه كده من الميه وبعدين حطيتها في الصلصه بتاعتها واسيبها بقى لحد ما تستوي مع الصلصه. احنا كده خلصنا الغدا الحلو بتاعنا. قلتلكوا الغدا النهارده سهل وخفيف. مين بيحب اللوبيا دي؟ زي اللوبيا دي انا بحبها قوي. هنا كده تمام. شوفي اللحمه بتاعتي خلاص قربت على السوا او استوت تقريبا، هنشوف مع بعض. ومين بقى بيحب يعمل طشة التومة للحمة زي ما انا بعملها؟ بحب اوي اعمل الطشة ديت زي طشة الملوخية. هنا خلاص اللحمة بتاعتي خلاص استوت. هضيف لها بقى الملح. ظبطي بقى ملحك دلوقتي. خلاص اللحمة استوت، نظبط بقى ملحك ونحضر الطشة بتاعتها اللي هي فصين توم او نص معلقة توم مفروم مع شوية الزيت. نطش بقى الطشة بتاعتنا يا تديكي ريحة بقى ايه وايه جميلة. هنا اللوبيا بتاعتي لسه اهي شغالة وما شاء الله جميلة جميلة. هنا شكل اللوبيا بتاعتنا اهي بعد ما خلصت. هي خلاص خلصت واستوت واللحمة بتاعتنا استوت. تعالوا بقى نعمل طشة التومة للحمة ولللوبيا. بحط على الخضار من الطشة وبحط على اللوبيا برضو منها. وهنا بقى حطيت بصلة تتسلق في الشوربة بعد ما ضفت الملح. كده كله تمام. كده خلصنا الغدا بتاعنا. في اسهل من كده بقى؟ مفيش اسهل من كده ولا احلى من كده. وخصوصا طبق اللوبيا ده ياه في حتة تانية. والرز كمان الطبخ. شوفوا الرز مفلفل وجميل ازاي. اللوبيا يعني رز ابيض جنبها وعيشي بقى رز ابيض ولوبيا ولحمه يا جماله. هنا التوم زي ما قلت لك اهو. اول ما التوم بتاعي يحمر يصفر كده بلونه ذهبي حلو كده تنزلي بقى على اللحمه وعلى اللوبيا. جربي تعملي كده. جربي تعملي طشه التومه للحمه وللخضار هتعجبك قوي. تدي ريحه وطعم الاكل حلو قوي. الله الله. تعالوا بقى نشوف معانا شكل الاكل لما اتغرف. قولوا لي رايكم في الغدا بتاعنا. وحلو وسهل وخفيف زي ما انا بقولك ولا في حاجه صعبه؟ اتفضلوا معانا يا حبايبي. يلا وصلت لحد هنا ولسه ما ضغطتش اشتراك، اضغطي اشتراك بسرعه وما تنسيش اللايك بتاعك. كومنت الاجمل منك. يلا اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.